السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برحب بحضراتكم في الفيديو الثالث في سلسلة فول الصويا وزراعته في مصر. في البداية بعتذر طبعا على عدم وضوح الصورة، وده بسبب طبعا الكاميرا الأمامية، لأن الكاميرا الخلفية مش متحكم فيها. اتنين اللي يهمنا في الفيديوهات بتاعتنا هي فيديوهات علمية، فالأهم فيها المعلومة. فنبتدي في الفيديو ونبتدي في المهم. هنتكلم النهاردة عن العقد البكتيرية. العقد البكتيرية طبعا ديت بتبقى لأي محصول بقولي له عقد بكتيرية مخصصة له. استخدامها بنستفيد منه، اللي هي بتسحب نيتروجين من الجو وبتساعد عليه، وبتدي النبات، بتساعده في سحب النيتروجين. احنا عارفين ان النباتات البقولية بتسحب النيتروجين من الجو، فديت بتكون حافز مساعد للنبات، اللي هو يقدر يسحب اكبر كمية من النبات من النيتروجين، تنزله في الارض، فيفيد النبات ويقلل معاه استخدام السماد الازوتي، اللي هو النترات او اليوريا، او او الملح زي ما في ناس بتتكلم عليه، اللي هي السلفات. يعني الثلاث انواع من السماد النيتروجيني. هي بتسحب السماد النيتروجيني من الجو تحطه لك في الارض، فانت بتستفيد منها، هتقلل كميه الازوت اللي هتحطه، وهتكون هتنفعك في المحصول اللي بعد المحصول البقولي. فتداوي البكتيريا، العقد البكتيرية، آسف. ازاي بيتم تاخدها وتتعامل معاها؟ العقد البكتيرية طبعا، هو انت لما بتروح بتشتري العقد بيبقى مكتوب عليها ازاي تستخدمها، ولكن برضو هنديك خلفية بسيطة كده للطرق. هي الطرق تعتبر كلها شبه واحدة. يعني بتاخد معلقتين من 3 معالق سكر كبيرة في 2 كوب ماء كبير بارد، وبتقلبهم مع بعض وتخلطهم على محتوى كيس العقد العاقدين مع المحلول السكري سابق التجهيز، وتخلط تقاول فدان جيد بالمحلول السكري على فرشة، وكل ده يكون في الظل. يعني وانت بتخلطه يكون في الظل، تكون تحت شجرة في الغيط، وبتقدر تستخدمه. طبعا اول ما تشتري العقد البكتيرية دايما ما تحاولش تعرضها للشمس، لان هي كائن حي بيتأذى من درجة حرارة الجو. وبعد ما بتقلبها بتدي الفلاحين على قد كل فلاح على قد اللي هو يشتغل بيه. بعد كده بتديله جزء بجزء بجزء. هو طبعا الفدان معدله تقريبا 30 كيلو، وممكن يقل، ما بيزيدش عن كده، يقل. احنا اتكلمنا دلوقتي على ازاي تجهيزه، وتجهيزه برضو هتلاقيه على الكيس. لما تيجي تروح تشتري الكيس هتاخده عليه ازاي، طريقة استخدامه. بيديك عليه كيس ممكن تسأل عليه، اللي هو كيس السوبر مكتوب عليه بي، وكيس مكتوب عليه كي اللي هو البوتاسيوم. ماشي، دي بتخلطهم معاك. اوعى احذر وضع مبيد على العقد البكتيرية. احنا بنقول الكيس، اللي المكان اللي هتجيب منه العقد البكتيرية، سواء كان بحوث او شركة، بتسألها بتقول له عندك بوتاسيوم، عندك بوتاسيوم، كيس سوبر، هو بيديهولك من عنده، قابل للخلط على العقد البكتيرية. طبعا لكل محصول العقد البكتيرية، يعني ما تجيش اجيب مع عقد بكتيرية للوبيا او البرسيم احطها على فول الصويا او العكس. وقلنا برضو احذر الشمس والحرارة لانها كائنات حية. تالت حاجة ان لازم تكون متأكد الحاجات اللي انت بتجيبها ده انتاج العام، يعني ما يكونش عندك عقد بكتيرية قديمة من السنة اللي فاتت تحطها على محصول السنة دي، هي كده انتهت صلاحيتها. وكمان لازم ما يكونش عدى على صلاحيتها 3 شهور، انتاج 3 شهور. يعني انتاج شهر، انتاج شهرين، تجيبها على اساس اللي انت قدامك 10 ايام 15 يوم تبتدي تستخدمها.
بعد ما بتستخدمها وبعد ما بتزرع، طبعا لو كنت بتزرع عفير بتقوم رايح منزل المية مباشر. لو كنت بتزرع تخضير فعادي ديت ما فيهاش مشكلة. في العفير كمان لازم تنزل له مية بعد 15 يوم، من 12 ل 15 يوم. وديت يعني دي انا دايما بحب اعمل فيديوهات صغيره عشان ايه، اللي عاوز حاجه معينه يلاقيها، ما اخدوش في حته تانية، وعشان الباقه، عشان المعلومه، عشان ما حدش يزهق، يبقى هو عارف. انا ممكن اعمل فيديو كله على فول الصويا، ولكن انا بحب اعمل كل فيديو خاص عشان انت اللي عاوز يوصل لحاجه يوصل لها بسرعه. ومش هوصيكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتتابعوني، ما هو جديد إن شاء الله ومفيد سأحدثكم به. كان معكم المهندس عبد العاطي العراب العشري. سعيد بكم، خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة، قسم استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.